اقل من 5% من اللي هيتفرجوا على الفيديو ده هم اللي هيقدروا يكملوا الفيديو ده للاخر. طبعا انا ما اعرفش كام في المية اللي هيكملوا الفيديو ده، لان ده كان عبارة عن مجرد هوك بحاول اسرق بيه انتباهك، وده بالظبط اللي بتعمله الشركات زي تيك توك وانستجرام علشان يسرقوا بيه انتباهنا كلنا. مش عارف انت وصلت للفيديو ده ازاي، بس يمكن كنت بتدور على حاجة معينة، او يمكن اكتر حاجة متوقعة انك كنت بتقلب في العموم ومش عارف انت بتعمل ايه هنا. بس بما انك فتحت الفيديو ده فانت حاسس انك ضايع شوية، فانا عايزك تعرف حاجه واحده بس، وهي ان انا كمان ضايع. حرفيا بصحى من النوم بمسك الموبايل، بقول هفتح دقيقه واحده بس، وبعدها بلاقي الدقيقه دي اتحولت لساعه، واتحولت لساعات، وكمان يوم بيضيع. وكمان الغريب ان ممكن يكون عندي حاجات كتير عايز اعملها او المفروض اعملها، زي مذاكره، شغل، المفروض انزل جيم، اعمل مشروع، حلم المفروض عايز اوصله. حتى الحاجات البسيطه زي اني ابدا اقرا كام صفحه من كتاب، او اني اخرج اتمشى، كل الحاجات دي بقيت احس انها صعبة. لكن الغريب انك بتفضل مستنزف طول اليوم ومع ذلك مش قادر تبدأ، وبتبدأ تسأل نفسك اسئلة: هو انا مالي؟ ليه بقيت كسلان كده؟ فين الشغف اللي كان عندي؟ ليه مش قادر اركز؟ ليه اي حاجة محتاجة مجهود بقت تقيلة؟ وانا بصراحة سألت نفسي الاسئلة دي واكتشفت ان احنا تركيزنا مش ضعيف، بس احنا حرفيا عايشين في عالم مصمم انه ما يسيبناش نركز اصلا. وانا مش جاي اقولك ان السوشيال ميديا وحشة وانك لازم تمسح كل الابليكيشنز والتطبيقات اللي عندك وتعيش في جبل وكل الحاجات دي. لا، انا واحد من الناس اللي بيستخدموا السوشيال ميديا عادي جدا، بل كمان ان السوشيال ميديا دي كانت جزء كبير جدا من حياتي ومن شخصيتي اللي انا عليها دلوقتي. وعايزك تتخيل كمان ان انا اصلا بعمل كونتنت، يعني حرفيا بعمل محتوى يخلي الناس تقعد قدام الشاشة اكتر، رغم ان انا شخصيا بحاول اخرج من الشاشة دي. واللي خلاني اصلا احس ان في مشكلة بجد، وهي اني كنت بفتح الموبايل كل شوية، حرفيا وانا باكل، وانا في المواصلات، قبل ما انام، اول ما اصحى. حرفيا في اي وقت في يومي لازم امسك الموبايل، حتى في نص الحاجات المهمة. حرفيا قبل الامتحان ب5 دقايق مثلا الناس بتمسك الموبايل عشان يعرفوا معلومة جديدة، اي حاجة يراجعوا قبل الامتحان. حرفيا كنت بمسك الموبايل وافتح انستجرام، اللي هو الواحد بقى مدمن بدرجة مرعبة. والمشكلة ان انا مثلا لما كنت بحس ان انا مليت لمدة 5 ثواني بس امسك الموبايل، حسيت ان الحاجة اللي انا بذاكرها او الحاجة اللي انا بعملها دي صعبة، امسك الموبايل. طب انا مش بعمل حاجة اصلا خالص، امسك الموبايل. عايز اريح شوية من حاجة بعملها، امسك الموبايل. فكل اللحظات حرفيا انا الكومفورت زون بتاعتي ان انا امسك الموبايل وافتح نت واقعد سكرول في السوشيال ميديا بدون اي سبب حرفيا. واللي بجد خلاني احس ان في مشكله اكتر، ان انا بقيت احس ان الحاجات بتاعت زمان اللي هي كانت عادي بالنسبه لي بقت ممله. يعني زمان لو كنت شفت مثلا فيديو على يوتيوب مدته ساعه، كنت بقعد اتفرج عليه وانا مش حاسس بملل. لو كتاب مش حاسس بملل. لو اي حاجه حرفيا طويله او محتاجه وقت مش بحس بملل. بس دلوقتي حرفيا لو فيديو ربع ساعه زي الفيديو اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي ده، بحس بملل. اللي هو انا ليه اكمل فيديو ربع ساعة؟ طب ما انا اروح اتفرج على فيديو 30 ثانية اخد منه المعلومة وخلاص. وده بالظبط اللي كل الشركات زي تيك توك وانستجرام بيعملوه علشان تفضل تستخدم المحتوى بتاعهم، وتفضل تروج لإعلانات الشركات اللي هما بيتعاقدوا معاهم، وبالتالي بيحققوا من وراك مستوى ربح، وانت اللي في الاخر بتضيع. وحتى الكلام مع حد، يعني دلوقتي لما بقيت اتكلم مع حد كده فيس تو فيس، بحس ان هو بيكلمني في نص الكلام طلع الموبايل ابص فيه. اللي هو يعني انت حرفيا دلوقتي بتكلم واحد، طب ما تكلمه، لا انا لازم امسك الموبايل. وهنا اكتشفت ان المشكلة مش في ان الموبايل بياخد وقتي بس، لكن هو كمان بياخد قدرتي على تحمل الوقت. يعني اي حاجة محتاجة وقت زي المذاكرة محتاجة وقت علشان تشوف نتيجتها، فانت بتبقاش قادر انت تتحملها. وده بالظبط عكس اللي كان بيحصل معانا زمان. انت زمان لو كنت محتاج معلومة كنت المفروض بتفتح كتاب تدور عليها، بتاخد وقت لحد ما تلاقيها. دلوقتي الموضوع عكس كده تماما، انت حرفيا في 5 ثواني هتجيب المعلومة اللي انت فكرت فيها من ثانيتين حرفيا. فالموضوع بقى سريع، فانت بقيت طول الوقت عايز تعرف معلومات كتير، عايز تشوف حاجة جديدة، عايز تشوف حاجة ما شفتهاش قبل كده. ودي من الحاجات الحلوة في السوشيال ميديا على فكرة، ودي اكتر ميزة حلوة في السوشيال ميديا كلنا بنحبها، ان احنا بقينا نوصل للمعلومات بسهولة. بس مشكلتها الوحيدة ان هي بتخلي عندك حاجة اسمها infinite scrolling، ان انت طول الوقت مثلا بتتفرج على فيديو على تيك توك، فالفيديو ده عجبك فبتبدأ تنزل اللي بعده، فالفيديو اللي بعده ممكن يكون فيه حاجة تصدمك،
فتقول مش مهم انا هنزل اللي بعده ممكن يبقى فيه حاجة احسن او حاجة تفرحني، فتنزل تقول اللي بعده ممكن يكون فيه معلومة، فتنزل تنزل 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 تنزل، فتفضل في دوامة ان انت عمال تقلب حرفيا، وانت مش عارف انت عايز ايه ولا انت بتدور على ايه. انت حرفيا مخك عمال يخزن حاجات ملهاش علاقة ولا صلة ببعض، فبالتالي انت مش بتستفاد. زي بالظبط فكرة ان واحد ينزل جيم مثلا ويبدأ يلعب 20 تمرينة لنفس العضلة. يعني مثلا عضلة بايسبس، فيبدأ يلعب لها 20 تمرينة لنفس العضلة في يوم واحد بس، وبالتالي هو بيضر العضلة مش بيفيدها. وبالظبط مخك بيتعامل بنفس الطريقة، انت بتدخله معلومة على صدمة على حاجة تفرح على حاجة تحزن، فبالتالي هو بيتدمر. ومن اكتر المواقف اللي كانت بتحصل معايا في الموضوع ده ان انا مثلا اكون قاعد بذاكر واقرر مثلا ان انا ابحث عن كلمة معينة او اشوف ترجمة كلمة معينة، فبفتح علشان ادخل على ترانسليت، بلاقي نفسي في انستجرام، اللي هو انا دخلت هنا ازاي؟ طيب اطلع اقفل الفون مثلا واروح اكمل مذاكرة بعد 5 دقايق. عايز معلومة معينة مثلا من يوتيوب، ببقى رايح افتح الفون علشان ادخل على يوتيوب اشوف فيديو تعليمي، بلاقي نفسي على تيك توك بقالي 3 ساعات. اللي هو ازاي؟ وانا متأكد ان 100% من الناس اللي لسه مكملين الفيديو لحد دلوقت وقعوا في نفس المشكلة دي، ان هم يكونوا داخلين مثلا ماسكين الفون علشان يترجموا كلمة او علشان يعملوا حاجة معينة ويلاقوا نفسهم في حتة تانية خالص ومش عارفين وصلوا هنا ازاي. ودي اكتر حاجة بتخوفني في السوشيال ميديا. وده ببساطة لان السوشيال ميديا مثلا مش حاجة بتخلص، يعني السكرولينج مثلا او كده مش بيخلص. اللي هو انت داخل مثلا تدور على حاجة وسرحت ودخلت على حاجة تانية، فوانت بتقلب على تيك توك التيك توك مش هيخلص، لا المحتوى ما بيخلص. فانت هتخليك تقلب 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 لحد امتى انت ما تعرفش. وعلشان كده لازم تاخد قرار انك تلمت السوشيال ميديا. مش هقولك انك تمسح بقى كل التطبيقات وكده، لان انا عارف نفسي وعارفكوا كمان، يعني الموضوع ده بيبقى صعب. لان انت مثلا ممكن تمسح السوشيال ميديا كلها، تمسح بقى تيك توك وانستجرام وتمسح يوتيوب وكل الحاجات دي، ممكن تمسحها لمدة يومين 3، وبعد كده بترجع لنفس النقطة، بترجع الموضوع بيبقى أسوأ من الأول. حرفيا بتلاقي كل حاجة باظت. لو انت مثلا كنت بتقعد على السوشيال ميديا 12 ساعة في اليوم هتقعد 18. الموضوع بيزيد لأن انت بتدخل معاها حرب في حاجة هي بتعرف تكسبها كويس قوي. وعلشان كده احنا مش عايزين نحارب السوشيال ميديا ولا عايزين نحارب الموبايل، احنا بس عايزين نقدر نرجع نتحكم تاني فيه زي الاول. فهننزل مثلا ابليكيشن او تطبيق يكون بيليمت الوقت اللي احنا بنقعد فيه على السوشيال ميديا. انا مثلا نزلت على الموبايل بتاعي تطبيق ان هو يفتح لي مثلا تيك توك ده لمدة او لعدد مرات مثلا 9 مرات في اليوم، كل مرة فيهم 10 دقايق وبعدها يقفله عليا. يقول لي انت بتستخدمه في حاجة مهمة؟ يسألني، لان انت بعد 10 دقايق انت خلاص، انت لو طولت اكتر من كده دماغك هتكون ساحت في الموضوع ومش هتقف، هتكمل. اما انت مثلا لو قعدت 10 دقايق بس او اقل من 10 دقايق كمان، وبعدين جالك تذكير اللي هو انت بتعمل ايه هنا، فافتكرت الحاجة اللي انت بتعملها او الفكرة اللي انت كنت عايز تعملها، فهترجع تعملها تاني مش هتنساها. ودي من اهم الحاجات اللي لازم تعملها، ان انت تلمت الموضوع واحدة واحدة، ما توقفش فجأة. لان انت لما بتوقف فجأة زي ما قلنا الموضوع هيبقى بشكل عكسي تماما. تاني حاجة ممكن نعملها ان احنا نجرب نعمل حاجة مملة طول اليوم. مثلا انا مثلا ما بعرفش، انا عن نفسي ما بعرفش اقرأ كتب مثلا، فهجبر نفسي ان انا كل يوم اقرأ مثلا 4 صفح من اي كتاب. هختار من اول النهاردة، وده تحدي انا بعمله لنفسي كمان، ان انا هختار اي كتاب النهاردة او رواية او اي حاجة اقرأها عموما، وهبدأ من النهاردة اقرأ كل يوم 4 صفحات حتى لو انا مش بحب الموضوع ده. ده هيولد عندك فكرة ان انت بتتحدى الملل، وبتتحدى ان انت تقعد من غير موتيفيشن كتير ومن غير دوبامين كتير طول الوقت، فبالتالي هيلمت شوية من ان انت تبقى عايز تمسك الموبايل. بالنسبة لتالت حاجة ممكن تعملها، ودي من اكتر الحاجات اللي انا بنصح ان انت تعملها لان انا ذات نفسي جربتها وفرقت معايا جدا، وهي انك تبدأ تنزل جيم او ان انت تمارس اي رياضة عموما، او جري او اي حاجه بيبقى فيها ارهاق للجسم. لان ده حرفيا من اكتر الحاجات اللي هتساعدك من انك تهدي افكارك شويه وتهدي عقلك وتصفي ذهنك كده. لان حرفيا جسمك وعقلك بيكونوا في ميزان كده. لو انت تعبت جسمك فبالتالي افكارك بتقل وعقلك بيهدى، ومبتبدأش تفكر كتير وانت تحس ان انت حزين طول الوقت ومحتاج ان انت تمسك الموبايل عشان تشوف حاجات تخليك حزين اكتر او كده.
فبالتالي الموضوع ان انت تمسك الموبايل ده هيقل شوية، وفي كل الحالات انت هتستفاد وصحتك هتبقى افضل بكتير وكده. وكمان الجيم ده من الحاجات المملة، فده بالظبط زي فكرة ان انت بتقرأ وكده. فالحاجة المملة اللي انت بتعملها وبتعود نفسك عليها غصب عنك، فده هيخليك تتعود على الملل لفترات أطول، وبالتالي هيقل من ان انت تبقى محتاج دوبامين سريع. يعني مثلا انت بتاخد دوبامين في الجيم ان انت عايز جسمك يبقى حلو ورياضي وكده، فده بتوصل له بعد فترة طويلة، مثلا سنة تدريب مثلا او كده، او كام شهر كتير يعني. فده حاجة انت توصل لها بعد فترة، فبيخليك يعني نظام الريورد بيكون بعد فترة، فهيخليك تحس ان انت عادي ان انت بتصبر ان الدوبامين يكون بعد كام شهر او بعد سنة. مش لازم يكون في لحظتها، مش لازم امسك الفون علشان الدوبامين بتاعي يكون عالي دلوقتي. وعلى عكس الفيديوز اللي انا بعملها دايما ان انا اقدم نصيحة او ان انا اقول لك على حاجة انا مجربها قبل كده مليار مرة، بس الفيديو ده مختلف لان الحاجة دي المرة دي او المشكلة المرة دي عايزة حل ليا وليكو. فاحنا هنجرب الموضوع اللي انا قلت عليه ده مع بعض، وبعد شهر نبدأ نقرر نشوف بقى هل الموضوع ده نجح ولا ما نجحش. فبالتالي ما تنسوش بس تنزلوا اي ابلكيشن من اللي بيعمل سكرين ليميت علشان تقدروا تتحكموا في وقتكم اللي هتقعدوا فيه على السوشيال ميديا. وكمان هبدأ اقول لكم على الكتب اللي هنزلها علشان ابدا اقرا فيها وكده، هبقى اقول لكم في الكومنتات او هبقى انزل على انستا وكده، علشان نبدا برضو نقرا مع بعض. واللي يقرا واللي ينزل الابليكيشنز يبقى يقول لي برضو، علشان نبدا نشوف الموضوع بيتطور عندنا ولا لا، وبعد فترة نبقى نقرر هل الموضوع نجح ولا لا. وبس كده، ده كان بالنسبة لفيديو النهاردة. أتمنى الفيديو يكون أفادكم وأفادني. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو والكونتنت ده انكم تعملوا لايك للفيديو ده، وتعملوا سبسكرايب في القناة، وتستنوا الفيديوهات الجاية.